معلم ترى الطلاب حوله كحمام الحرم، كيف لا وهو أصبح للعلوم جامعة. مثل دينار إليه تشد القدم، ولمثله تشد الرحال وبالخطى المتسارعة. أصعب الأرقام أخرجها لأنه صعب الرقم، ونحن نعرف من نتابع، دينار نورا نتابعه. إهرامات مصر الناقصة، إهرامة مصر الناقصة ينقصها هذا الهرم، وعجائب الدنيا 8 دينار بعد السابعة. السلام عليكم، معكم الزمن الجميل دينار إسلامي. معنا اليوم درس في المنهج الزمني، ونحاول أن نحلل لكم القرآن والكون والواقع، ونحاول أن ندمج في منهجنا هذا الأمور الثلاث: كيف نفهم الدين في زاوية الواقع في حياتنا العامة وما نشاهده في واقعنا، ومن جهة نربط الدين والواقع بالعلم، وكيف نفهم هذا الثلاثي المكتمل الذي هو ثابت ترابطه، لأن الخالق هو واحد. من وضع القرآن هو من وضع هذا الكون، ومنهجنا هو تبيان فهم هذه الثلاثة: القرآن، الكون، والعلم في الواقع، فندرك ديننا وأركانه وجوهره، ونربط الدين بالواقع، فنتحكم في الطبيعة وفي العلوم وفي فهم وإدراك جوهر الإسلام وأركانه، ونتقرب بالعلم لأنه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي كما قلنا سابقا. فلاحظوا معي قيمة العلم والكون ودراستهما في فهم مصادر التشريع الإسلامي، وهو الكتاب والسنة. فبدون علم لا نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة، وبدون عقل لا نستطيع فهم الكتاب والسنة، فيجب دمج الكون بالكتاب والسنة عبر علم وعقل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في شرح أول علاقة علمية لله سبحانه وتعالى، نربط الله سبحانه وتعالى بالكون في الواقع، ونؤكد هذا كما جاء في القرآن الكريم. فاليوم جئتكم بدرس عن من الخصائص العلمية في القرآن، وأول هذه الخصائص نتطرق إلى عناوين كثيرة، من بينها قيمة رأس السنة في الكتاب والسنة وفي النظام العلمي، تساقط الأمطار والثلوج في رأس السنة وما معناها، ونفسر أحد القصص التراثية للبشر وهي بابا نويل وعلاقتها بالقرآن والله سبحانه وتعالى والكون، وكيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وما هو الزمن والإطار الفلكي الذي نعرف به الأشهر للتوبة والحج والصيام والعودة لله سبحانه وتعالى. نعطي الأدلة والإشارات القرآنية في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالكون، يعني زمنيا وفلكيا. نفصل في الأشهر الحرم وعلاقتها بالتوبة، وكيف وضعها الله نظامها وعلاقتها بالكتاب والكون، وخاصة خاصة خاصة قدسية الزمن، لهذا حرمها الله وفرض فيها العبادة والابتعاد عن كل ما هو سلبي، تعظيما لشعائره ولهذه الأوقات. كذلك هنا في الأشهر الحرم والأشهر القمرية نبين أن شهر ذو الحجة والأشهر القمرية متلاعب بها تعمدا لتضليل المناسبات الفلكية الإسلامية والكونية التي لها قدسية وبعد علمي كبير، فتعمدوا تضليلكم. نتكلم اليوم كذلك عن حلق الرأس، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى في عديد المواقف، وما هي الحكمة العلمية، ونربطها بشروحات حول النبات ونمو الشجر في الطبيعة، بمعنى الشعر هو الورق، ومتى يكون هذا، ونستدل عليها بحلق الرأس في القرآن الكريم والركن الخامس. كذلك نبين أن خير الأمور أفضلها، وخير الأركان يعني في التوقيت
هي التوبة، والتوبة تكون لمن استطاع إليه سبيلا في الحج وفي ركن، وهو ركن مقدس عند الله سبحانه وتعالى. فاجتمع ركن الإسلام بالزمن، فاختار لها وقت معين وهو نهاية السنة. كذلك نفصل ونبين الصور الأخيرة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا الله اختصها بآخر الصور كسورة النصر وسورة الفتح. حتى النصر حسب النزول أو حسب المصحف كانت في آخر المصحف. كذلك سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ ليغفر الغفران والفتح والنصر، وكذلك التوبة. فالتوبة كانت آخر ما نزل. ولماذا جاءت هذه الصور في آخر الصور؟ وكذلك الإشارة هنا والحكمة إلى أن الإشارة إلى الناس، سورة الناس مع شرح الناس. هذه الحكم كيف تعالج بها، كيف تفهم النظام الكوني، كيف تربط القصة بالآية بالفلك بطبيعة إدراكنا للعلم وبداية العلوم التقنية الأخرى. فكل العلوم تجتمع في حلقة، وهي حلقة دائما ما قلت لكم أنه يتم تكفيرها أو إعطائها صفة الشرك أو الكفر أو كل شيء لتنفيركم منها وتضليلكم عمدا من ما يسمى السلف الصالح ما بعد وفاة الرسول. فتم تضليل هذه الأمة للأسف منذ قرون. والأصل أنها حكم ربانية تخشع فيها القلوب والمؤمنون، ويفضل الله من عباده أن يتم عبادته فيها، وأن يتم الحج فيها، وأن يتم الصيام فيها، وأن يتم الخشوع والطلب والدعاء والإنابة والرجوع إليه فيها والتوبة. فشبه الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم وجوهره أو هذا الكون أو حياة الإنسان حتى حياة النبات والمخلوقات بداية الخلق. فجاءت سورة العلق، يعني من علقة بداية الخلق. فكان أول ما نزل هو سورة العلقة، يعني الله سبحانه وتعالى خلقك من علقة ثم تعيش في هذه الأرض فترة. فوصف تلك الفترة وابتدأت هذه الفترة بالفاتحة والفتح ثم البقرة أي الفلاحة، وهو عنصر لبقاء الكائنات الحية سواء البشر أو الحيوانات وما إلى ذلك. إشارة إلى الاجتهاد، إشارة إلى العمل، إشارة إلى النبات، إلى الزرع وما إلى ذلك. ثم ختم بعد توضيحات فقهية اجتماعية دينية علمية، يعني كثير من المواضيع الاقتصادية والأحكام والأعراف والقصص. ثم ختم بالتوبة والفتح والنصر وما إلى ذلك لكي نتقرب إليه في آخر حياتنا، يعني بين العلق والوفاة. فسورة التوبة كانت إشارة علمية إلى رأس السنة، كذلك النصر أو الفتح. فالله سبحانه وتعالى يفتح لنا في آخر السنة، كل سنة لديك فتح. في ذلك الفتح هنا يقرر الله سبحانه وتعالى هل يعطينا عام آخر نعيشه أو لا. الركن الخامس وهو الحج، والركن السادس هو الزراعة للحياة. الركن الخامس للحج جعله الله سبحانه وتعالى في آخر الحياة وليس في بدايتها. لماذا؟ للتوبة فيه. وارتبط به في هذا الركن، ارتبطت فيه كذلك التضرع والخشية والخوف وطلب المغفرة وما إلى ذلك، ليعطينا لماذا؟ ليعطينا حياة أخرى وعام آخر، وهكذا كل سنة. فالحكمة هنا هي أن الإنسان كل ذنوبه أو كل أركانه يجب أن يتمها قبل 25 من شهر 12، مثل الزكاة ولا التوبة ولا حاجاته ولا علاقته مع الناس، استعدادا إما ليوم القيامة الذي يكون يوم الجمعة التي جاءت فيه وتنتهي الأرض، وهنا الجمعة في رأس السنة. فضل يوم الجمعة. ذكر يوم الجمعة باسمه في القرآن الكريم، وهذا أول تشريف له ولمكانته عند الله والرسول، وسماه سيد الخلق أجمعين سيد الأيام يوم الجمعة في حديث صحيح، وقال فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا بيوم الجمعة،
تفضيلا لها، وسمي عليه وحده سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة الجمعة، وخصه الله بأنه العيد الأول والأفضل للمسلمين، وفيه ساعة استجابة الدعاء، وفيه الاجتماع والبيع والانتشار في الأرض ابتغاء فضل الله لعلكم تفلحون. وهذا توضيح لأنواع الجمعات في السنة. فالجمعة الأسبوعية وتقام وتبدأ توقيتها يبدأ من بداية رأس العام، ويكون بعد 6 أيام من بداية رأس العام، هذا وقتها، وهذا هو الزمن المقدس والصحيح، ومتعلق بالعددين 12 و 13 لنيل بركة هذا الأسبوع. وهذا هو الهندسة الربانية التي وضع فيها عدد الركعات والسجدات، فيجب أن تكون في زمن مقدس، يعني الله سبحانه وتعالى يربط عدد أيام العبادة بنهاية الأسبوع. في نهاية الأسبوع يجب أن يكون عدد ركعات ثابت في زمن ثابت، وهذا ما يسمى بالصلاة الأسبوعية أو عيد المسلمين الأسبوعي. فلا يجب أن نصلي وفقط، وأن نخلط الأيام 6 و7 في الأسبوع وفقط، أو نحددها بزمن وفقط، بل يجب أن يكون في وقت وزمن ثابت مرتبط بمعادلات كهرومغناطيسية وفيزيائية وعلوم دقيقة جدا. وأما الجمعة الشهرية فقد ميز الله سبحانه وتعالى كل جمعة على جمعة أخرى، فالجمعة في حد ذاتها مقدسة ولها بركة كبيرة على جسد الإنسان والزرع والحياة والحيوانات في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى فضل بين هذه الجمعات، فأفضل جمعة في الشهر هي الجمعة الثانية من رأس السنة، ثم تأتي الجمعة الثانية بعد كل شهر. مثلا في الشهر الأول من رأس السنة أفضل جمعة وأقدسها هي الجمعة الثانية التي تقع في اليوم 12، ثم نصبح في اليوم 13. هذه الجمعة مقدسة جدا عند الله سبحانه وتعالى، هذا توقيت مبارك للإنسان والحيوان ولهذه الأرض، ويطرح الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة. ثم في الشهر القادم في اليوم 12 و13 فيه جمعة كذلك أفضل من باقي الجمعات في الشهر. هذا هو المعنى، يعني كل شهر فيه جمعة أفضل من باقي الجمعات. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من عدم حضورها، فإن كان لك عذر ليست مشكلة، ولكن أن تتعمد عدم حضور هذه البركات فالله سبحانه وتعالى كأنه يقطع عنك بركته. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجال: قد يطبع قلبك إذا غبت أكثر من 3 جمعات. وأما الجمعة الفصلية يعني تأتي كل 4 شهور، فالله سبحانه وتعالى وضع نظام سنوي ونظام فلاحي ونظام علمي ونظام تعبدي، فربطه الله سبحانه وتعالى بالزمن، فهذا الزمن هو تقديس. الله سبحانه وتعالى وضع هذا الكون في نظام محكم، ووضع أركان الإسلام تابعة لهذا النظام، وليس هكذا وفقط. فوالله الذي لا إله إلا هو إذا لم تعرفوا الزمن والذي ربطه هو سبحانه وتعالى بالقمر والشمس والفصول، فما راح تعرفوا معاني الإسلام وفوائده وجوهره والحكمة من أركانه. وأعطيكم التوقيت الذي قدسه الله، فوضع 4 فصول، ولكن فصل الله وفصل الآلهة وفصل الديانات وفصل الذي يجب أن تكون فيه أركان الإسلام في جميع الحضارات، وتكون فيه العبادات في جميع العصور والحضارات القديمة والحديثة والديانات والشرائع وكل شيء، فهو فصل الخريف. فالإسلام أشار لهذا، وفضل الله سبحانه وتعالى فصل الخريف، فتكون بدايته بركن من أركان الإسلام، وتكون نهايته بركن آخر من أركان الإسلام في الشهر 12، وما بينهما ركن آخر من أركان الإسلام وهو الزكاة. فالله سبحانه وتعالى قدس هذا الشهر ووضع فيه أركان الإسلام بعظمتها وشحمها ولحمها، وهذه ذكرى لأولي الألباب. ففيه حصاد في بدايته، وفيه التمر والنخل والزيتون والقمح وكل وأغلب المزروعات، وهنا يتعبد العباد لنزول المطر بالخريف. فإن الله إن أمسك مطر والغيث فما أغاثهم فضربهم